أول أيام عام 2023 1 يناير 2023 هو تاريخ أول حلقاتي من برنامج على 18 مع سالم براني. فكفاية كده ويلا بينا نبدأ أولى حلقات برنامج على 18. هنبدأ منين؟ هنبدأ من الترند، هنبدأ من صاحب الكرة، هنبدأ من التاريخ، هنبدأ من البرتغال، هنبدأ من السعودية، هنبدأ من النصر السعودي، هنبدأ من قصة توقيع كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي وتقاضيه في 2.5 مبلغ خيالي، مبلغ ضخم، مبلغ لا يمكن أن يتصوره عقل بشري ليصبح كريستيانو رونالدو بمبلغ تجاوز $500,000,000 أو يورو. مش هتفرق كتير في تركية تغيير العملة، احنا مش في بنك. المهم ان كريستيانو رونالدو هياخد في 2.5 مبلغ. خليني في البداية جوه مني حاجة حزة فيا كده. خليني اقول لك عزيزي المشاهد العربي المسلم أن المبلغ الذي سيحصل عليه كريستيانو رونالدو والمبلغ الذي دفعه النصر السعودي لكريستيانو رونالدو هو مبلغ أقل بكثير جدا من المبلغ اللي تم إنفاقه على جيش المسلمين بقيادة الطارق بن زياد لفتح بلاد الأندلس إسبانيا والبرتغال. أيوة عزيزي المشاهد، الطارق بن زياد عشان يجهز الجيش بتاعه ويفتح الأندلس اللي هي إسبانيا والبرتغال حاليا يحتاج لمبلغ مالي أقل بكثير من اللي كريستيانو رونالدو هياخده من النصر السعودي. وده يودينا في حتة إن قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفيه تعريفه هو الذي لا يستطيع التصرف في المال بشكل صحيح وحكيم، والذي لا يستطيع أن يضع الأشياء في موضعها. نتكلم عن بعض السفاهات التي حدثت. كريستيانو رونالدو مهما كان لا يستحق نهائيا أن يحصل على هذا المبلغ الضخم من أموال العرب، المبلغ اللي كان كفيل ممكن أنه يحرر فلسطين، أنه يفك أزمة مالية في مصر أو في تونس أو في ليبيا، أنه يعيد الاستقرار للمنطقة. المبلغ اللي كان كفيل أنه يخلي اليمن أنها ترجع يمن سعيد من تاني. المبلغ اللي كان كفيل أنه هو يسد جوع ملايين الجائعين، ملايين المشردين في سوريا، في معظم بلدان الوطن العربي. لذلك دعونا ننسى $500,000,000 أو يورو التي سيحصل عليها كريستيانو رونالدو. وأريد أن أجيب عن الشخص الذي يقول حاليا ما النصر هي الفلوس دي بحالها هترد له عوائد وهترد له من الأرباح والدعاية والإعلانات. شوف والله العظيم لو كريستيانو رونالدو اتشقلب تشقليب ما هيجيب المبلغ ده للنصر السعودي. لو حتى النصر السعودي قعدت بإدارتها بجمهورها يحلبوا في كريستيانو رونالدو، لو هيحلب دولارات مش هيرجع لهم فلوسهم دي. احنا هنهزر ممكن ان الصفقة تكلفهم النص، وكريستيانو رونالدو بالبيع التيشيرتات بالارباح يجيب النص، ممكن يبقى استفادة شوية. ولكن يعني وعايز اقول والله ما انا مش ضد صفقه كريستيانو، عشان ما يجيش واحد يقول لي اصلك هلالي، اصلك بتحب الهلال السعودي، اصلك بتشجع الهلال، اصل الهلال وهو لو الهلال اللي جاب كريستيانو. انا بقول لك والله الهلال من الصبح كان يقدر يخش في صفقه كريستيانو يبوظها للنصر وياخد كريستيانو. الهلال السعودي عنده ناس وعنده سبونسر وعنده ممولين، من الصبح يقدر يروح يتفاوض مع الليو، من الصبح يقدر يروح يتفاوض مع لوكا، من الصبح يقدر يروح يتفاوض مع شيكا. ما هو شيكابالا يا جماعة احنا بنتكلم في قيمة كروية. شيكابالا اللي حضر شيكابالا فترة من 2009 لعند 2015 وكده، شيكابالا لاعب ظلمته الظروف وظلمته عقليته وظلموا الناس المحيطين بيه. شيكابالا في نفس المكانة بتاعت الناس دي من حيث الكورة، احنا بنتكلم في ترويج سلعة كروية صح؟ يبقى شيكابالا مع الناس دي. الهلال السعودي الفرق بينه وبين إدارة النصر
ان الهلال السعودي عنده اداره حكيمه ورشيده وبيعرف يدير الامور ازاي. طيب خلينا ادخل معاكم في رهان وتحدي في الفيديو ده اللي انا بسجله حاليا 1 يناير 2023 بعد العصر. اول ماتش هيجمع الهلال السعودي مع النصر السعودي في وجود كريستيانو رونالدو، سينتصر الهلال السعودي. رهان، ومش رهنت لتعصب ان انا بحب الهلال السعودي او حاجه. انا اللي انا شايفه ان الكوره ما هي الا منظومه. ايه اللي منجح منظومه نادي الزمالك حاليا؟ ان هي محدش كبير، مفيش النجم. الكرة في العالم كله دلوقتي لا تعترف بنادي النجم الواحد. النادي اللي فيه نجم واحد بيفشل وبيقع. الكرة دلوقتي منظومة أرسنال متصدرة الدوري الإنجليزي فرق 7 بونت، أنهت ال 2022 فرق 7 بونت عن أقرب المنافسين السيتيزنز. طيب منظومة الزمالك خلاص بدأوا يظبطوا معدل الأعمار، بدأت الأمور تكون مظبوطة، بدأت الدنيا تكون مظبوطة أكتر مع نادي الزمالك. الهلال السعودي نفس الفكرة، منظومة ومدرسة، كل اللاعبين لازم تكون المستويات متقاربة عشان يخدموا بعض، كلك في دايرة واحدة وفي منظومة واحدة وفي إطار واحد، وهو الكل للنادي والنادي للكل، ولا يوجد نادي النجم الواحد. ولو في نادي النجم الواحد كان رونالدو نجح في الفترة الأخيرة مع أبناء السيدة العجوز اليوفي، او مع عمال السكك الحديديه مانشستر يونايتد. اصبحت الكره الان كره، والفرق والرياضه اصبحت معتمده على المنظومه كامله، والكل للفريق والفريق للكل، والنادي اللي هيكون نجم واحد هيفشل. كريستيانو ممكن يضيف بعض اللمسات، زي ما مثلا النصر استفاد ايه؟ النصر حسابه على الانستا واحد هيقول لك كان 800,000 حاليا عدى ال 5 مليون. ما طبيعي اكتر واحد بيتابعوا ناس على كوكب الارض رايح حته، اكيد الناس عايزه تعرف بعض الاخبار بتاعته، يعني مش حبا في النصر، مع احترامي للنصر السعودي وقرارات الاداره في النصر السعودي. واتمنى ان يكون كلامي غلط، وان النصر السعودي واداره النصر السعودي تنجح في ان هي تستثمر في كريستيانو رونالدو بشكل صحيح. بالمناسبه كريستيانو رونالدو اول ماتشين مش هيلعبهم لانه موقوف من لجنه الانضباط لكره القدم، لانه لو فاكرين الواقعه اللي حصلت في ابريل شهر 4، حصلت من حوالي 8 شهور لما كريستيانو رونالدو وهو خارج من الملعب ضرب تليفون بتاع احد مشجعي نادي ايفرتون، موقوف. يعني لما يجي النصر مش هيلعب اول ماتشين. سريعا، كانت دي اولى حلقاتي من برنامجي اللي خلاص انا بصدد اصدار اولى حلقاتي، برنامج عد 18 مع سالم براني. تقبلوا تحياتي اصدقائي المشاهدين، ودمتم في امان الله.